هل فاكره ان التو ليست اهم من صحتك النفسيه؟ تعالي اوريكي الارقام دي عشان هتغير رايك. كل ام بتقعد تقول انا ههتم بنفسي واعتني بنفسي لما اخلص اللي ورايا واخلص اللي ورايا في البيت واهتم بالولاد واعمل اللي ورايا معاهم، لكن الحقيقه المره ان الضغط المزمن بيدمر جسمك وعقلك كل يوم. هقولك شويه احصائيات للاسف مخيفه شويه على الضغط المزمن. بيزود خطر امراض القلب بنسبة 40%، بيزود احتمالية الاكتئاب والقلق 3 أضعاف، بيضعف جهاز المناعة ويخليكي تعبانة طول الوقت، بيأثر على التركيز والذاكرة بشكل دائم. والأخطر من كده الأمهات اللي بتعاني من الضغط المزمن أطفالهم عندهم مستويات أعلى من القلق، علاقاتهم الزوجية بتتدهور، إنتاجيتهم في الشغل بتقل بنسبة 23%. يعني إهمال صحتك النفسية مش بيضرك بس، لا بيضر عيلتك كلها. الحقيقة القاسية إن التو ليست مش هتخلص أبدا، كل يوم هيكون في حاجات جديدة، طبيخ، شغل، واجبات، مدرسة، لانش بوكس. لكن لو صحتك النفسية انهارت وقتها مش هتقدري تعملي ولا حاجة من الحاجات دي. اكتبي لي كلمة بريك في الكومنتس وهبعتلك كل التفاصيل على الويبينار اللي هعمله لكم الشهر ده عشان تجددي طاقتك وتحمي نفسيتك.